ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. في كلمتين عاوز اقولهم بخصوص الضجة اللي اتعملت على احمد فتوح بسبب صورته مع امام عاشور. وفي الحقيقة انا مش فاهم ايه كمية الهجوم اللي على احمد فتوح بسبب ان هو اتصور مع امام عاشور او حتى اتصور مع زيزو. يعني ايه المشكلة لما لاعب يتصور مع زميله اللي موجود معاه في منتخب مصر؟ وغير كده انا شفت كمية صفحات وكمية مواقع وكمية ناس طالعة تقول لك الحق ده جمهور الزمالك بيهاجم فتوح، جمهور الزمالك مش عاوز فتوح، جمهور الزمالك بيطالب جون ادوارد ان هو يبيع فتوح. ليه كل ده؟ وليه انت لما تشوف شخص او اتنين او تلاتة او حتى مليون بيهاجم فتوح، ليه انت خليت المليون ده هو جمهور الزمالك كله؟ يعني ليه ما طلعتش اتكلمت على الناس بس اللي هي متضايقة من ان احمد فتوح اتصور مع امام عاشور او زيزو؟ ليه خليت فجأة الاشاعة بقت جمهور الزمالك؟ جمهور الزمالك ده يا عم بالملايين. مش معنى ان في اتنين تلاتة ولا حتى مليون طلعوا هاجموا فتوح بسبب ان هو اتصور مع امام عاشور يبقى كده جمهور الزمالك اللي هو بالملايين بيطالب ان احمد فتوح يمشي بسبب صورة. يعني هل انت شايف ان جمهور الزمالك بالدماغ دي؟ انا ما اعتقدش. يعني حتى والمشكله ان الناس اللي بتتكلم المفروض ان هي ناس يعني مصدر ثقه، برامج ومواقع وناس يعني المفروض ان احنا نثق في كلامها، سواء في الاعلام او سواء حتى في برامج رياضيه او مواقع. ما اعرفش ليه فجاه جمهور الزمالك. المهم، انا بس عايز اسال سؤال للناس اللي هاجمت احمد فتوح، مع احترامي ليكم طبعا. هو انت ليه بتهاجم احمد فتوح؟ يعني انت شايف ان احمد فتوح غلط ان هو اتصور مع امام عاشور؟ طب ايه الغلط ان امام عاشور ده كان موجود في الزمالك ومشى وسافر ورجع على الاهلي؟ يعني انت شايف ان ممكن لاعب موجود في منتخب مصر ما يسلمش على زميله ويتصور معاه بسبب ان هو كان موجود معاه في الفرقة ومشى؟ يا جماعة ايه العقلية دي؟ مع احترامي ليكوا طبعا كل واحد حر ويفكر بالطريقة اللي هو عايز يفكر بيها، بس هل بالمنطق ده ان المفروض مثلا يعني فينيسيوس لما يشوف رافينيا في منتخب البرازيل ما يسلمش عليه؟ ما هي لو هتمشي بنفس المنطق، ما هو ده بيلعب في ريال مدريد وده في برشلونة، اخصام اعداء، زي ما ده في اهلي وده في زمالك. لا، اصل ده عشان كان موجود في الزمالك. طب انت اللي مضايقك الصورة؟ طب ما هو امام عاشور على طول قاعد مع فتوح، ولا انت متضايق بس ان الصورة ظهرت؟ يا جماعة بلاش الدماغ دي. ومفيش حاجة اسمها فتوح ما يتصورش مع زيزو. بصوا، ما ينفعش. ما ينفعش. خلينا نحفل على زيزو، نحفل على الاهلي، نحفل على امام. لكن فكرة ان انا يعني ما اتصورش مع زميلي اللي موجود معايا في منتخب مصر عشان خاطر الناس تطلع تشتمني، فده نفس الكلام اللي قاله زيزو. لا يا جماعه، محدش يخاف، ما تخافش يا عم من الجمهور. اصل ده زميلك انت، غصب عنك مسيرك هتقابله، وبعدين ده معاك في منتخب مصر، هيقعد معاك شهر هناك في امريكا في كاس العالم. المفروض بقى عشان خاطر تراضي جمهور الزمالك ما تسلمش على زميلك؟ لا. لا لا لا، الدماغ دي صعبه صعبه بجد، صعبه قوي كمان. ما انت كان عندك لعيبه وراحت الاهلي وبقيت النهارده بتتعامل معاهم، وكان في لعيبه في الاهلي وراحت الزمالك وبقيت الناس كلها بتتعامل معاهم. ما تجيش يعني القصه كلها في احمد فتوح عشان خاطر هو صاحب امام عاشور وصاحب زيزو وصاحب حسين الشحات كمان من قبل منه، عشان خاطر حسين الشحات ابن منطقته. فانا مش شايف اي مبرر ان الناس تهاجم احمد فتوح. لا، مش من حق اي حد ان هو يهاجم احمد فتوح، والراجل من حقه ان هو يتصور مع زميله. ايه المشكله؟ وبعدين يا عم انت ذات نفسك اللي بتهاجم احمد فتوح، انت لو شفت امام عاشور هتتصور معاه. فبلاش تكبروها على اللعيبه وبلاش تيجوا على اللعيبه وبلاش ان انت تطلع تشتم في احمد فتوح عشان خاطر يتصور مع امام عاشور. ما يتصور يا عم، ما يتصور ويعمل اللي هو عايزه. وكلامي بقى للناس اللي هي طلعت تردد الكلام، الحق جمهور الزمالك بيقول، الحق جمهور الزمالك. هو انت شفت فين يا عم جمهور الزمالك؟ يعني انت لما تشوف اكاونت ولا اتنين ولا 20 كاتبين كام بوست بيهاجموا احمد فتوح بسبب ان هو اتصور مع امام عاشور، يبقى كده جمهور الزمالك بيهاجم احمد فتوح؟ انتوا ليه بتحبوا تأفوروا المواضيع وتكبروا المواضيع وهي اصلا يعني مفيش حوار، مفيش حوار. يعني وهي الناس لو ما طلعتش هاجمت فتوح، هل فتوح مثلا مش هيتعامل مع امام عاشور في المنتخب؟ بقى فما فيش حوار وما فيش قصة. بلاش يا جماعة نكبر المواضيع. وكلامي والله للناس الزملكاوية اللي فعلا بتفكر بالتفكير ده، يا عم انت بتشتم احمد فتوح عشان يتصور مع زميله؟ الموضوع ما بيمشيش كده. وما تقوليش كان بيلعب في الاهلي وبعد كده راح الزمالك، ولا كان بيلعب في الزمالك وراح الاهلي. يا جماعة ما يعني الكلام ده بتاعنا احنا. انت يا عم لما تشوف امام عاشور ما تتصورش معاه وما تسلمش عليه وترفع عليه، تداير وشك منه، اعمل اللي انت عايزه. لكن ده زميله في منتخب مصر، انت طالب منه ان هو ما يتعاملش معاه يعني؟ وما تقوليش اصل الصورة نزلت. ما هي الصورة لازم تنزل يا عم، ما اللي مصورهم حمزة عبد الكريم. ايه بقى هتيجي في دماغك ان ده كان من ناشئين الاهلي فاكيد بيصورهم الصورة عشان يكيد جمهور الزمالك؟ لا لا، ما بتمشيش كده بجد والله يعني. اتمنى من الناس اللي بتفكر بالطريقة دي ما تفكرش كده. ما تفكرش كده، عشان انت لو في يوم من الايام اتعرض عليك ان امام عاشور يرجع الزمالك انت هتوافق. انت هتوافق. فبلاش تحبكها على الراجل والناس كلها بتهاجم في احمد فتوح.
والناس تخلي الناس ان في كذا مصدر يطلع من منتخب مصر يقول لك لا هجوم غير مبرر على احمد فتوح. يعني اللعيب بيلعب رايح كاس عالم وانت بتهاجمه عشان تشتته؟ لا الموضوع مش كده يعني يا جماعه، يا ريت نكبر بس الدماغ شويه يعني. سيبنا من اي حاجه، وتسيبنا من الاهلاويه اللي بيطلعوا ينكشوك، وتسيبك من اي شيء، ولا ان حد يشغل لك دماغك ويقول لك الحق ده امام عاشور اتصور مع احمد فتوح، يبقى احمد فتوح ناقص له سنه في عقده، الحق ده ممكن يجي الاهلي. يا جدعان يا جدعان، انتوا لسه ما اتعلمتوش من قصصهم ومن حوادثهم ومن حواراتهم؟ يا جماعة نكبر كده عشان عيب بجد والله.